السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده يا شباب من ابلكيشن 1 اكس بت، الابلكيشن اللي احنا محققين فيه طفره كويسه جدا جدا جدا، اذا كان في مجال الرياضه او اذا كان في مجال الالعاب. مجال الرياضه هسيب لكم قناه التليجرام تحت في الوصف، يا ريت تنورونا هناك لان بننزل عليها اكواد مدروسه لسكواد متخصص في كره القدم، غير ان احنا على اليوتيوب كل يوم بننزل لك لعبه جديده باستراتيجيه جديده بنحقق منها ارباح محترمه جدا. حابب قبل ما ابدا الفيديو افكركم الناس اللي لسه ما سجلتش بالبرومو كود، البرومو كود بتاعنا ليام 15 LIAM 15. البرومو كود بتاعنا بيديك $130 مع اول ايداع كمكافاه تسجيل، غير مكافآت يوم الجمعه ويوم الاثنين. زي ما انتم فاكرين معانا بدأنا سلسلة التارجت اليومي، حاطين لنفسنا تارجت يومي بنحاول ان احنا نحققه كل يوم، تمام، على مدار الفترة اللي فاتت. يمكن نزلنا اكتر من لعبة باكتر من استراتيجية، وقدرنا ان احنا من الاستراتيجيات ديت نطلع منها بارباح يومية محترمة جدا. فلو انت ماشي معايا فيديو بفيديو ومتابع معايا على طول، اقدر اقول لك ان انت لو طبقت الاستراتيجيات ديت فانت كل يوم بتعمل مبلغ محترم جدا جدا من ورا الاستراتيجيات ديت. قبل ما ابدا اي لعبه بكون جربتها اكتر من مره، وبناء عليها ببدا ان انا اطلع اتكلم عنها. هنبدا كده بلعبه التفاحه، ولعبه التفاحه زي ما انتوا عارفين احنا لما بنخسر بنضاعف وبنطلع فيها طلعتين اتنين بس، بحيث ان احنا نوصل لحد قود اتنين، قصدي قود واحد ونص، وبعد كده بنقف. هناخد منها كام جيم كده، تمام، وبعد كده نغير اللعبة. نطلع كده طلعتين لسه. ماشي، واحد اتنين، كويس قوي، محترم قوي. انا ضعفت بناء عن راس مالي، مش معنى ان انا بخش بالارقام ديت، انا بخش بالارقام ديت عشان انا راس مالي يسمح لي. بالنسبه ليك انت ممكن انت داخل وليكن ب1000 جنيه، ابدا الراوند ب50، بحيث ان انت في حاله لا قدر الله في خساره تبدا ان انت تضاعف المبلغ وتقدر ان انت تحقق ارباح. تمام، انا كده يعتبر مش خسران حاجه في لعبه التفاحه، هحتاج منها راوند واحد بس وهبدا ان انا اضاعف. وزي ما انتم متابعين معايا في السلسله اللي فاتت دي كلها، كل ما بقول ان انا هاخد الراوند ده واطلع لعبه التفاحه اوريدي لازم تخسرني. بس كويس كده، انا خدت منها اللي انا عايزه، تمام، وهبدا ان انا اغير اللعبه. هنخش على اللعبه بتاعتنا اللي احنا كلنا بنحبها وبتعتمد على المضاعفات، لعبه دايس. ولعبه دايس قويه جدا، والاستراتيجيه بتاعتها وعشان تقدر تكسب منها الراوند اللي تخسره، مثلا انت داخل ب50، الراوند اللي بعدها لو في حاله ان هو لا قدر الله في خساره، الراوند اللي بعديها تخش بال100. خسرت في ال100 تبدا تخش بال200، وتفضل معاها على نفس النهج لحد ما هتلاقي فيها جيم ظبط معاك، هيبدا ان هو يعوض لك الخساره اللي فاتت وهيطلعك بمكسب كمان. زي ما انت شفت كده انا كنت داخل ب1000، لما خسرت راوندين ورا بعض ضعفت لحد ما وصلت للاربعه. الاربعه ادتني 8، فبدات ان انا اعوض الخساره اللي فاتت وبمكسب كمان. انت ابدا سيستم راس مالك، وبناء عليه هتعرف ان انت تضاعف وهتعرف ان انت تخرج من غير خسائر خالص. بص انا كل ما بخسر كل ما بضاعف معاها، بحيث ان هي تظبط معايا في راوند، تظبط معايا الاجيال اللي فاتت كلها. زي ما انت شفت كده انا بطبقها لك عملي، هاخد منها راوند كمان كده زي ده وخلاص. شكرا كده هبدا ان انا اغير لعبه دايس. هبدا اخش لعبه كلير كده، احط فيها 2000. انا كده محتاج 5000 تاني، تمام، وابقى انا كده حققت التارجت بتاعي النهارده. انا دخلت ب 2000 خدتهم 4700، رقم محترم جدا، رقم تمام قوي قوي قوي. انا كده مرضي، ممكن اخد راوند كمان، اسحب ورقتين، ورقه كمان، كويس قوي 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 قوي. انا على كده انا يعتبر عملت 7000 جنيه في اقل من 5 دقايق، وانا التارجت بتاعي كده انا كده مرضي. بس انا برضو هجرب معاكم اكتر من لعبه وكذا لعبه كده مع بعض، اللي هو ايه هنخشها برضو بارقام ايه معقوله، تمام، ونبدا ان احنا مثلا ناخد منها ايه كام راوند كده. لعبه الكوبايات زي ما انتوا عارفين دايما بنختار الكوبايتين اللي ناحيه اليمين. ماشي، هنبدا ان احنا نضاعف. احنا كنا حاطين 2000، هنخليهم 4000 ونخش ونجرب.
كويس قوي 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 قوي. هاخد راوند كمان على الاربعه واخرج من اللعبه واغيرها. كويس قوي 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 كده. انا كده خلاص انا خدت اللي انا عايزه من اللعبه، فانا هبدا ان انا ما اجازفش معاها وابدا ان انا اخرج منها. ولو انا عايز اجرب في لعبه تانية هجرب. ممكن نجرب اللعبه دي مع بعض كده، اللعبه دي مع بعض يمكن دي من اللعب من الالعاب اللي احنا ما جربناهاش خالص مع بعض. هنبدا ان احنا نشوف كده مثلا نظامها ايه. تمام، ولو هي تمام وهعرف ان انا اطلع منها ارباح محترمه هبدا ان انا اقول لك ابدا العبها، هي اللعبه كويسه واللعبه محترمه وتعرف ان انت تطلع منها ارباح. هنخلي اللاين الواحد اللي هو الخط الواحد ب 200، وهنخليها على 9 خطوط. تمام، تقدر ان انت تخليها على اقل حاجه لما تيجي انت تلعب، بحيث ان انت تعرف تطلع ارباح. انا داخل بالرقم دوت عشان انا راس مالي يسمح لي. لما بتيجي الثلاث كوينات دولت بتديك 3 لفات فري زي ما انت شايف كده. تبدا ان انت تلعب ال3 لفات دول فري، ولو ظهرت لك اي رقم فالرقم ده بيبقى المكسب بتاعك. يعني انا حاليا دلوقتي معايا ربح 2700 جنيه ولسه مكمله. هل هيبقى فيها ربح تاني ولا هل هي هتستكفى على كده؟ ده اللي احنا هنشوفه. هي استكفت على كده على ال 2700. هبدأ ان انا اخد راوند كمان كده ونجرب مرة كمان. ماشي كويس، ادتني ال3 كوينات 3 لفات فري. انت كده كده بتبقى ضامن ال900 اللي هم الاولانيين كده. انت رجع لك راس مالك قصدي الرقم اللي انت كنت داخل مراهن بيه. ماشي، ما ادتنيش ارباح، هي ادتني الرقم اللي انا داخل بيه. كويس دوت اداني 1000 بس انا داخل ب 1800 فانا يعتبر خسران. كويس قوي، ده فيه 4000 مكسب اهوت. بص انا جربتها في كام راوند كده قدامك تمام، عشان نشوف الدنيا كان فيها ايه. ممكن نعمل لها فيديو الواحد يعني فيديو كامل ليها. تمام، ونقدر ان احنا نديها حقها، بحيث ان هي لو طلعت لعبه كويسه جدا وحققنا منها ارباح ممكن نضيفها للمجموعه بتاعتنا اللي احنا بنتبعها الفتره اللي فاتت ديت، وبنتبع الاستراتيجيات بتاعتها وبنبدا ان احنا نطلع منها ارباح. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد. وقبل ما ننهي الفيديو حابب افكركم الناس اللي لسه ما سجلتش بالبرومو كود، البرومو كود بتاعنا ليام 15 LIAM 15. البرومو كود بتاعنا بيديك $130 مع اول ايداع كمكافاه تسجيل، غير المكافآت يوم الجمعه ويوم الاثنين. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد. شكرا جدا، سلام.